صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي ريم. حياتي بتتغير 180 درجة يوم فرح أختي ريهام. بتبدأ الحكاية يوم ما بابا بيكتشف إن أختي ريهام على علاقة بشاب. الشاب ده زميلها في الجامعة، ضحك على عقلها وفهمها إنه بيحبها، وهي زي العبيطة صدقته وما بقتش شايفة أي حد في الدنيا غيره. بابا أول ما بيكتشف إنها على علاقة بشاب بيضربها ضرب شديد. وعلى فكرة هو عمره ما مد ايده علينا ودايما مصاحبنا، ولكن هو اتصدم من اللي ريهام عملته. فضل يقول لها وهو بيعيط: ليه بتعملي فيا كده؟ انا اذيتك في ايه؟ ده انا عمري ما حرمتك ولا انتي ولا اخواتك من اي حاجة. ده انا ياما اشتغلت وطبقت في الشغل علشان بس اكفيكوا. يوم ما قلتيلي يا بابا عايزة تليفون اشتغلت ليل ونهار وحوشت وعملت جمعيات علشان اجيبهولك، وفي الاخر تعملي كده؟ دي اخرة الثقة يا ريهام. ريهام بترد على بابا وبتقوله: أنا حرة، أنا ما بقتش صغيرة ومن حقي أختار. أنا بحب زميلي في الجامعة يا بابا، وأنا مش صغيرة علشان تجبرني إن أنا ما اتجوزهوش. هو هيجي يتقدم لي بس مستني يتخرج. بابا حاول يتمالك أعصابه وقال لها: هاتي رقم اللي انت بتكلميه. قالت له: هتقوله إيه؟ قال لها: ملكيش دعوة وهاتي الرقم. ريهام أختي ادت لبابا الرقم وهي مرعوبة. بابا اتصل على الشاب وقال له: انت اسمك ايه؟ الشاب قال له: انا اسمي حمادة. بابا قال له: طيب يا أستاذ حمادة لو سمحت تعالي علشان أنا عايزك ضروري. حمادة بيجيلنا البيت في نفس اليوم وبيقعد مع بابا، وطبعا من شكله ومنظره بابا بيتأكد إن ده شاب من الشباب اللي ما ينفعوش أصلا يشيلوا مسؤولية أو يفتحوا بيت. لابس سلسلة وانسيال وكمان مسقط البنطلون، ده غير شعره اللي موقفه زي ما يكون متكهرب، ده طبعا غير الصبغة اللي منورة راسه. بابا حاول يتنازل عن كل الحاجات دي وقال اديله فرصة مادام البنت بتحبه وعايزاه. حمادة قال لبابا ان هو شاب على قد حاله وان اهله ناس بسيطة وانه لو اتجوز ريهام هيقعدها في شقة ايجار. بابا قال له: طيب انا هقولك على حاجة وتجاوب عليا بصراحة، لو عندك اخت تجوزها لشاب زيك؟ حمادة حط راسه في الارض وبعدين رفع راسه وقال لبابا: هو انا فيا ايه يا ابني علشان تقولي الكلام ده؟ بابا قال له من غير كسوف: انت كلك على بعضك عيوب، انا لحد دلوقتي مش شايف فيك ميزة تخليني اوافق عليك. انت دلوقتي بتقول انك على قد حالك وانك ظروفك المادية زي الزفت ولسه ما اشتغلتش وكل سنة بتسقط في الجامعة. ليه تلف على واحدة بنت ناس اهلها اصلا مش هيوافقوا بيك؟ ولا انت بقى عرفت انها من عيلة ميسورة فقلت تلعب عليها علشان اطلع لي بقرشين؟ حمادة قام وقف وقال له: لا يا عمي كده انا ما اسمحلكش، انت بتهني بعد اذنك، وقام خارج. اختي ريهام فضلت تعيط وتقول لبابا: انت ليه بتعمل كده؟ حرام عليك يا بابا، ده بيحبني، ده انا لو لفيت الدنيا كلها عمري ما هلاقي حد يحبني زيه. بابا قال لها: يا عبيطة ده ضحك عليكي علشان فلوسك، انا نظرتي ما بتخيبش في الناس، ده ولا بتاع مسؤولية ولا اصلا ليه انه يفتح بيوت. انتي لو اتجوزتيه النهاردة هتطلقي تاني يوم. ريهام بتفضل تعيط وبتعترض على كلام بابا وبتقوله ان انا مش هسيب حمادة وان انا بحبه. بابا بيضربها بالقلم على وشها وبيقول لها: واضح كده ان انا دلعتك كتير. زمان يا ريهام لما كان عندك 15 سنة انا كنت لسه بشتغل عند الناس وما كنتش لسه وقفت على رجليا زي دلوقتي. انا بنيت نفسي بنفسي، تعبت وسهرت. العيشة اللي انتوا عايشينها دي وراها تعب وشقى سنين، وانا مش اسمح لك تدخلي واحد زي ده حياتنا. بس من الواضح كده علشان انت الكبيرة انا دلعتك زيادة عن اللزوم، ومن النهاردة انسي انك تروحي الجامعة. كده كده انت عمالة تعيدي وانا عمالة اقول البت بتسقط ليه، ما هي كل يوم بتروح المحاضرات. اتاريكي بتروحي تقابلي الجربوع اللي ماشية معاه. هاتي التليفون لو سمحتي. ريهام اختي رفضت تدي لبابا التليفون. بابا بصلي هو متعصب وقال لي: خشي هاتي تليفونها يا ريم علشان انا لو دخلت والله العظيم هموتها من الضرب. دخلت لها وفضلت اتحايل عليها علشان تديني التليفون وقلت لها: يا ريهام بابا هيضربك، كفايانا نكد بقى، اديني التليفون علشان خاطري. بعد محايلات كتير ريهام ادتني التليفون وانا رحت اديته لبابا. بابا بياخد مني التليفون بيطلع الشريحة ويكسرها وبيفصل التليفون وبيعينه في الخزنة. الأيام بتعدي وبابا حابس ريهام أختي وبيمنعها إنها تخرج أو تتكلم مع أي حد، وبيحذر ماما إن ريهام تمسك أي تليفون موجود في البيت، وماما طبعا بتنفذ كلام بابا بالحرف. ريهام أختي بتخش في حالة اكتئاب حاد بسبب اللي بابا بيعمله معاها، لأن هي مش متعودة منه غير على الدلع وبس. ولكن بعد اللي هي عملته بابا قلب عليها وما بقاش يتكلم معاها خالص. بعد مرور سنة آدم ابن عمي بيجي يطلب إيد أختي ريهام، ودي ما بتكونش أول مرة آدم بيطلب إيدها فيها. آدم بيطلب إيدها أكتر من مرة، ولكن كل مرة كان بيجي يطلب إيدها فيها كانت ريهام أختي بترفض.
بحجة إنها عايزة تكمل تعليم، ولكن هي أصلا ما كانش في دماغها التعليم ولا حاجة، هي كانت بترفض علشان أستاذ حمادة اللي ماشية معاه. المرة دي بابا بيوافق على آدم من غير ما ياخد رأي ريهام. ماما بتغلطه وبتقوله اللي انت عملته ده أكبر غلط، الجواز مش لعبة، واللي انت عملته ده هيخليك لا إما تظلم بنتك ريهام إما تظلم آدم ابن أخوك. بابا قال لها فين الظلم اللي أنا عملته؟ انتي مش شايفة آدم جه طلبها كام مرة؟ الولد بيحبها وشاريها، واحد غيره ما كانش بص في وشها تاني، وانا شايف ان بنتك كبرت والمفروض تتجوز. ماما قالت له انا معاك، بس انت مش ملاحظ ان انت بقيت تفكر غلط؟ انت المفروض كنت حسبتها كويس قبل ما تاخد اي قرار في الموضوع ده. ريهام فعلا مش صغيرة، بس زي ما انت عارف بنتك دماغها ناشفة وعنيدة وما بتحبش حد يمشي كلامه عليها. بابا قال لها لا يا حبيبتي، الكلام ده كان زمان، انا مش هدلع تاني، وبعدين هم هيتخطبوا فترة، واكيد فترة الخطوبة كفيلة تخليهم يحبوا بعض ويقربوا من بعض، وانا شايف ان ادم كويس ومناسب ليها، واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ماما اقتنعت بكلام بابا ودخلت قعدت مع ريهام وحاولت كتير انها تقنعها. ريهام اتعصبت على ماما وفضلت تقول لها حرام عليكم بقى، انتوا عايزين مني ايه؟ انتوا عايزين تموتوني بالحياة؟ مش كفاية قعدتوني من الجامعة وخدتوا مني التليفون ومنعتوا عني المصروف، كمان عايزين تجوزوني آدم غصب عني؟ أنا ما بحبهوش، ده عيل دمه تقيل وسمج. ماما قالت لها على فكرة آدم كويس جدا، انتي بس علشان مش شايفة حد غير حمادة المعفن اللي انتي تعرفيه. يا بنتي فتحي عينيكي وفكري كويس، انتي لو اتجوزتي حمادة ولا هتاكلي حب ولا هتشربي حب ولا هتلبسي حب. بصي حواليكي وشوفي انتي عايشة في ايه. انتي لو اتجوزتي حمادة هتعيشي في شقة ايجار، ولان مستواه قليل هيضطر يقعدك في مكان شعبي، وانتي مش هتتحملي اللي بيحصل في الاماكن الشعبية. وانا طبعا مش بعيب في الاماكن الشعبية، لان اللي اتعود يعيش في مكان راقي مش هيقدر يغيره. باباكي عودك على طبقة معينة مش هينفع تنزلي عنها، ولكن ينفع تتجوزي حد زي آدم مستواه المادي أحسن مننا كمان. يعني بدل ما تنزلي بمستواكي اطلعي يا حبيبتي. يا بنتي ده البنات اليومين دول بيدوروا على الراجل الغني ويمسكوا فيه بإيديهم واسنانهم، انتي النعمة تجيلك لحد عندك وتقولي لا مش عايزاها؟ ريهام قالت لها ايوه يا ماما مش عايزاه. ماما قالت لها طيب يا حبيبتي اخبطي راسك في الحيطة، ابوكي ادى العم وابنه كلمة، وابوكي مش صغير ولا عيل علشان يرجع في كلامه. ريهام فضلت تزعق وتعيط وتقول لها دي حياتي، انتوا ازاي بتتحكموا فيا بالشكل ده؟ انتوا اللي جنيتوا على نفسكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه وانا هعمل اللي انا عايزاه. الايام بتعدي وبابا بينفذ اللي في دماغه، وادم واختي بيتخطبوا. آدم بيعلن إنه خطب بنت عمه، لأننا ما بنعملش خطوبة بسبب إن الأستاذة ريهام بتكون زعلانة وعمالة تعيط وقلبها مناحة، فبنقرر إننا نلبس الشبكة على الضيق. بتعدي الأيام وبابا وأدهم بيتفقوا مع بعض على ميعاد كتب الكتاب والفرح. بابا بيقرر إنه يعمل ليلة واحدة علشان برضو ريهام ما تبوظش الدنيا، وبيقول لآدم إن كتب الكتاب هيكون يوم الدخلة في القاعة. آدم قال له الفكرة حلوة جدا وأنا موافق عليها. في يوم آدم بيفضل يتصل على ريهام وريهام مش بتعبره، بمسك التليفون وبرد عليه. آدم بيفكرني ريهام وبيقول لي أخيرا رديتي؟ أنا مش عارف انت ما بترديش عليا على طول ليه؟ قلت له أنا ريم يا آدم مش ريهام. قال لي ازيك يا ريم عاملة ايه؟ قلت له الحمد لله أنا كويسة. قال لي امال فين ريهام؟ قلت له ريهام نايمة. قال لي طيب خليها تفوق كده وتكلمني علشان ننزل نشتري الفستان، وكمان عايزين نحجز القاعة. قلت له حاضر يا آدم. قفلت معاه وقلت لأختي حرام عليكي ردي عليه. قالت لي لا انا مش عايزاه ومش بحبه، وبصراحة كده مش هعمل حاجة غصب عني. قلت لها يا بنتي حرام عليكي، ده مستنيكي تجيبي الفستان معاه وكمان تحجزوا القاعة. قالت لي بقولك ايه، انزلي من على دماغي، كفاية اللي انا فيه. بصراحة آدم صعب عليا جدا وقررت اني احكي لماما كل حاجة حصلت. اول ما امي عرفت الحوار زعقت مع ريهام جامد وقالت لها اتصلي على خطيبك وقولي له انا هجهز وهنزل معاك. ريهام قالت لها والله ما هنزل، وروني بقى هتنزلوني وهتجوزوني ازاي غصب عني. ماما ضربتها بالقلم وقالت لها انتي واحده قليله الادب واحنا فعلا دلعناكي زياده. خرجت من الاوضه مسكت تليفونها واتصلت على ادم وقالت له معلش يا ادم ريهام تعبانه جدا، وزي ما انت شايف الوقت مش في صالحنا خالص، انا هنزل لك ريم، هتجيب الفستان على مقاسها وعلى ذوقها، كده كده هي واختها واحد، والقاعه احجزها انت زي ما تحجزها. طبعا آدم اتضايق بس ما قدرش يتكلم وقال لها خلاص ماشي. قلت لماما ينفع يا ماما انا اللي اروح اختار فستانها؟ قالت لي ما انت شايفه هي بتعمل ازاي، احنا مش ناقصين قرف ونكد والفرح خلاص على الابواب، ابوكي مش هيسمح لها تتجوز حماده وهي لسه في دماغها الولد،
وكل ما اكلمها تعاند فيا وتقولي هتجوزه يعني هتجوزه وبكره تشوفه، وخايفه لو نزلت تتكلم مع ادم كلمه كده او كده. الولد غلبان وما شفناش منه اي حاجه وحشه وصابر على قرفها. قلت لها طيب وبعدين يا ماما؟ قالت لي ولا بعدين ولا قبلين، انتي هتنزلي مع خطيب اختك وتختاري الفستان، انتي وريهام نفس الجسم ونفس الطول. قلت لها خلاص ماشي يا ماما، وجهزت ونزلت مع ادم. طول الطريق ادم كان زعلان وانا حاولت اهون عليه وقلت له ما تزعلش، هي ريهام بس متوتره الفتره دي وان شاء الله تبقى كويسه معاك. ادم بيبتسم وبيقول لي انت طيبه قوي. قلت له شكرا، ورحت انا وهو الاتيليه اخترنا الفستان واشتريناه. برجع البيت وهو بيروح يحجز القاعه. بتعدي الايام وبيجي يوم الفرح. ريهام بيكون شكلها غريب ومريب وبصراحة كده ما بكونش مطمنة لها. ماما بتكون في اليوم ده مسحولة مع الطباخ اللي بيعمل عشا العروسة وما بتكونش واخدة بالها من ريهام ومن شكلها، بس أنا علشان دي أختي بكون حافظاها بقرب منها وبقول لها أنت ناوية على إيه؟ قالت لي يعني هكون ناوية على إيه؟ أنا خلاص اتحطيت في الأمر الواقع وهتجوز. قلت لها طيب اصبري أنا هاجي معاكي الكوافير. قالت لي لا أنا هروح لوحدي. قلت لها ازاي؟ ما انا المفروض جايه معاكي. قالت لي لا مش عايزه حد يجي معايا. قلت لها طيب هتروحي لوحدك ازاي؟ كذبت عليا وقالت لي انا هروح مع ادم. قالت لي بقي هاتي الفستان ورايا بقى على الكوافير. قلت لها خلاص ماشي. هي خرجت وانا شلت الفستان وركبت العربيه ورحت وراها على الكوافير. ولكن لما وصلت هناك اتصدمت لما لقيت البنت اللي هتعمل لها الميك اب مستنياها وبتقولي ان ريهام لسه ما جاتش لحد دلوقتي وان الوقت عمال يعدي وان كده ما ينفعش. حاولت اني اتصل عليها كتير جدا ولكن التليفون بتاعها كان مقفول. اتصلت على بابا علشان يلحق الموقف لاننا كنا عازمين ناس كتير جدا وكلها ساعات والناس تبتدي تيجي. بابا جه على طول وابتدى انه يدور عليها، وطبعا ادم عرف هو وباباه ومامته. ما بقيناش عارفين نتصرف ازاي، ناس كتير جايه وكده هيحصل فضيحه كبيره لبابا. مرات عمي فضلت تزعق وقالت انا ابني مش وحش علشان يتعمل فيه حركه زي دي، بنتك شكلها عايشه على المسلسلات والافلام، انا ابني ما يتفضحش، انا ابني محدش يتكلم عليه. ولقيتها مسكت ايدي وقالت لي خش يا ريم البسي الفستان وخلي البت تحط لك الميك اب. اتسمرت مكاني، ما كنتش مستوعبه هي بتقول لي ايه. بابا بص لها وقال لها هو انت بتقولي ايه؟ بس انت بتتكلمي في ايه واحنا بنتكلم في ايه؟ انا عايزه اطمن على بنتي ريهام احسن تكون عملت في نفسها حاجه. ادم في الوقت ده اتبعت له مسج على التليفون. مسك تليفونه وعيونه دمعت وبص لبابا وقال له ما تقلقش بنتك كويسه واتجوزت. بابا فضل يعيط وقال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال له والله يا عم زي ما بقولك كده، خد شوف بنفسك. بابا مسك التليفون لقى اختي ريهام بعتة لادم صورة. الصورة كانت بتاعتها هي وحماده، كانوا مبينين صوابعهم في الصورة وصوابعهم كان باين عليها ان هم بصمين، بمعنى ان هم كتبوا الكتاب يعني. ده غير طبعا الرسالة اللي كانت زي الزفت للأستاذة ريهام بعتتها لآدم علشان تحرجه وتكسره بيها. بابا في الوقت ده ما قدرش يتكلم او يدافع عن بنته، ولأنه كان غلطان من البداية إنه غصبها تتجوز قرر إنه يصلح غلطه بيا ووافق إني أتجوز آدم بدل أختي. وقال لآدم أنا عارف إن أنت ما بتحبهاش وكنت بتحب ريهام، بس يا ابني احنا دلوقتي في امر واقع ولو ما اتجوزتهاش احنا هنبقى في فضيحة كبيرة قوي، لو ترضى الناس تتكلم على عمك وبناته ما توافقش. مرات عمي قالت له لا يا حبيبي احنا هنوافق لان الكلام مش هيبقى عليك لوحدك، وانا ابني مش وحش علشان يتساب يوم فرحه، انت اللي بنتك معيوبة واكيد غلطت مع الجربوع اللي متصورة معاه، ما اصل ما فيش بنت متربية بنت ناس تهرب يوم فرحها غير لما تكون عاملة حاجة كبيرة قوي. بابا سكت وحط راسه في الأرض، ما قدرش يدافع، فضل إنه يسكت أحسن ما يتكلم ويتجرح بالكلام أكتر من كده. ماما طبعا وصلها الخبر وجات لي وهي منهارة، خدتني في حضنها وطبطبت عليا وقالت لي معلش أختك دي ربنا هينتقم منها على اللي عملته فينا. أنا كل الوقت ده ما كنتش مستوعبة اللي بيحصل قدامي، كنت واقفة ومتنحة ومش عارفة حتى اتكلم. ماما مسكت ايدي ودخلت لبستني الفستان، قعدت قدام البنت اللي كانت مصدومة من اللي حصل قدامها وابتدت ان هي تحط لي الميك اب وكانت زعلانة عليا قوي. خلصت كل حاجة وآدم جه خدني وهو زعلان وحزين قوي، كان باين عليه انه معيط لدرجة ان عيونه كانوا حمر. ما تصورناش، رحنا على القاعة على طول، قعدنا شوية وبعد كده كتبنا الكتاب. الحمد لله لأن آدم لما أعلن الخطوبة قال أنا خطبت بنت عمي فلان، يعني ما قالش ريهام، فما حدش حس بأي حاجة وفكروا إن أنا العروسة من البداية. بعد ما كتبنا الكتاب فضلنا نمثل الفرح شوية وبعد كده روحنا. للأسف الفرح كان وحش قوي وما قدرناش إن احنا نكمله. بعد ما دخلنا الشقة قعدت على السرير وانا خايفة وفي نفس الوقت عمالة اعيط وانا مش حاسة بنفسي. ادم بصلي بعصبية وابتدى انه يزعق لي جامد وقال لي انتي بتعيطي ليه؟ بتمثلي؟ اكيد بتمثلي.
أنا اللي المفروض أعيط عمري كله بعد اللي حصل فيا. أختك جرحتني وداست على رجولتي، وانتي أكيد هتبقي زيها وألعن. شهر بالكتير وأطلقك وارميكي لأبوكي. أنا بس عملت بأصلي واتجوزتك علشان محدش يتكلم عليكم. وبعد كلام كتير زي السم سابني ودخل أوضة الأطفال. أول ما خرج حسيت براحة وانهارت من العياط. تاني يوم بابا وماما بيجوا يطمنوا عليا، وانا بحكي لبابا كل حاجة حصلت معايا. بابا بيطبطب عليا وبيقول لي حقك عليا والله، بس انتي لازم تتحملي، هو اكيد عمل كده بسبب ضيقته. حطي نفسك مكانه يا ريم، انا عارف ان ملكيش ذنب في كل اللي حصل، وواثق ان الجوازة دي مش هتكمل، بس انا عايزك تكوني قوية وبلاش تزعلي، وانا ان شاء الله هعوضك عن اي حاجة حصلت لك يا حبيبتي. وفضل حاضني طول ما هو قاعد معايا. بعد شوية وقت بابا وماما مشوا، وابتدت معاناتي مع آدم كان صعب قوي وكان بيعاملني بأسلوب وحش، لدرجة انه احيانا كان بيمد ايده عليا. بصراحة ما كانش بيضربني بقوة، ولكن معنى انه يمد ايده عليا دي كانت بالنسبة لي اهانة اصلا. كنت بزعل قوي وبنام وانا معيطة. بتعدي الايام وآدم بيرفض انه يطلقني، وبيقول انا مش هطلقك مش علشان بحبك وميت فيكي، انا هخليكي على ذمتي بس علشان اشفي غليلي. اغلب الوقت كان شايفني ريهام، وكان بيعاملني وبيعذبني على اني ريهام مش ريم، لحد ما في يوم انا جبت اخري وانهارت وقلت له ابوس ايدك ارحمني، انا ما عملتلكش حاجة وحشة، انا ضحية زيك بالظبط، زي ما انت اتأذيت انا اتأذيت، ما تجيش عليا علشان انا فعلا فيا اللي مكفيني، راعي اللي انا واهلي فيه. انا مش قادرة اشتكيك لابويا، لان ابويا بيموت بسبب زعله على اختي. احنا داخلين في شهرين ما نعرفش عنها اي حاجة، ولا نعرف هي عايشة ولا ميتة ولا عملت ايه ولا ايه اللي حصل لها حتى. ارحمني يا آدم، ابوس ايدك ارحمني، وهقولها لك لأول واخر مرة لاني مش هقدر اقول الكلام ده تاني. انا ريم مش ريهام، ركز يا آدم، انا ريم. آدم بيسيبني وينزل، في اليوم ده مش بيرجع البيت، وانا ما بهتمش لاني بكون جايبة اخري منه. بتعدي الايام وآدم بيتجنبني تماما، وما بقاش يتعامل معايا ولا حلو ولا وحش. في يوم ماما بتتصل عليا وبتقولي ريهام اختك رجعت. بلبس عبايتي وبجري على بيتنا علشان اشوفها لانها وحشتني قوي. بابا بيكون مقهور منها ومن اللي عملته، بس ما بيقدرش يعاتبها بعد ما بيشوف منظرها. ريهام بتكون فعلا اتجوزت حمادة، ولكن حمادة كان شاب أناني، كان بس عايز يتجوزها علشان تشغله مع بابا وعلشان تصرف عليه من فلوسنا. ولكن لما ريهام هربت وبعدت عننا ما بقتش عارفة توصل لنا ولا حتى تتواصل معانا، وبكده خطة الأستاذ حمادة فشلت، ومعرفش ياخد فلوس أو حتى يشتغل مع أبويا. وللأسف أختي ريهام بعد الجواز حملت على طول، وحمادة قال لها نزلي الجنين. أختي طبعا خافت جدا، أحسن تنزله ويجرالها أي حاجة أو تموت. وقالت لحمادة أنزله ليه، ده رزق من عند ربنا. قال لها أنا بصرف عليكي بالعافية، أنا مش عايز منك عيال، إما تنزليه وتنزلي تشتغلي ونصرف مع بعض، إما كل واحد فينا يروح لحاله. ريهام بتتخانق معاه وبتقول أنا مش هنزل حاجة، ده رزق من عند ربنا. حمادة بيتعصب جدا وبيفضل يضرب فيها ويقول لها أنا اللي جبت الهم لنفسي، كنت فاكر إني لما اتجوزك هتصرفي عليا وتجيبيلي شقة بدل الإيجار اللي أنا قاعد فيه أنا وأهلي، انتي طالق وانا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. ورماها بره البيت. وريهام في الوقت ده معرفتش تروح فين، واضطرت انها ترجع البيت حتى لو ابويا هيموتها، بس لان بابا حنين لما شاف منظرها خدها في حضنه وقعد يعيط وقال لها انا مش هعاتبك ولا هعملك اي حاجه، كفايه اللي انت شفتيه. آدم بيعرف ان ريهام رجعت وبيرفض يروح عندنا خالص علشان ما يشوفهاش. بتعدي الايام واختي ريهام بتولد، وبابا بيجيب حمادة يخليه يسجل البنت غصب عنه، وبعد ما اختي بتولد هو اللي بيتكفل بيها وبنتها. وبرغم ان بابا كان رافض الجنين وكان رافض اصلا موضوع الجواز من البداية، ولكن حاليا هو روحه في بنت ريهام حرفيا. هي كتكوتة وصغنططة وعاملة جو حلو قوي للبيت. طبعا بعد مرور فترة طويلة آدم اعترف لي انه تعافى من حب ريهام، وانه اصلا ما كانش بيحبها، هو مجرد كان معجب بيها مش اكتر، او بمعنى اصح زيه زي اغلب الرجالة بيحبوا الحاجة الصعبة. لما لقى نفسه مش طايلها حبها وبقى عايزها بأي طريقة حتى لو هي مش موافقة عليه، بدليل ان في فترة الخطوبة هي كانت بتعامله وحش جدا، ومع ذلك هو كمل برضه في الخطوبة وما سابهاش. وطبعا طول الفترة اللي انا قعدتها معاه كنا بناكل ونشرب مع بعض، ومعاملته ليا اتحسنت كتير عن الاول.
ومع العشرة ابتديت أتقبله في حياتي وهو كمان، لأن أنا أصلا ما كنتش بحبه ولا حتى عاملة حسابي إني ممكن أتجوزه في يوم من الأيام. بس الحمد لله كل حاجة بتكون مكتوبة. أنا الحمد لله حاليا حياتي مستقرة جدا، وأنا وآدم بقينا متفاهمين أكتر من الأول، وحاليا أنا حامل. وعلى فكرة أنا وآدم ما تقبلناش بعض ولا تعاملنا مع بعض كزوج وزوجة قدام ربنا غير بعد سنة ونص جواز. أنا اختصرت لكم حاجات كتير جدا من القصة لأن القصة طويلة. عاوز أقول لكم إن أنا ممكن أكون اتأذيت، ولكن اللي اتأذى بجد هي ريهام أختي. بجد يا جماعة تقطع القلب، هي غلطت قوي وغلطها كله جه على دماغها هي لوحدها. يا ريتها كانت سمعت كلام بابا. اللي يشوفها يوم ما هربت ما يشوفهاش دلوقتي. أختي كانت وردة مفتحة، دلوقتي بقى شكلها ولا يسر عدو ولا حبيب، على طول دبلانة وسرحانة وحزينة. مهما حاولنا نهون عليها ولكن برضه هي دايما زعلانة. على فكرة آدم بقى يروح عندنا عادي وبيتعامل مع ريهام على إنها أخته، وحياتنا الحمد لله دلوقتي أحسن بكتير. عاوزاكوا تقولوا رأيكم في حكايتي لأن أكيد رأيكم يهمني، وهل لو كنتوا مكاني كنتوا هتوافقوا تكملوا ولا كنتوا هتبعدوا؟ وبس كده يا حلوين، كده قصة النهاردة خلصت. صلوا على النبي وما تنسوش لايكات بقى لايكات، ومع السلامة يا أحلى وأجمل فراولات.